من بين الوصفات اللي نعاودهم ان شاء الله في العيد حلوه الهليلات المحشيه، بنينه تقطع كميه كبيره وطريقه التحضير تاعها سهله. اول حاجه نبدا بالعجينه. عندي هنا 250 غرام زبده تكون طريه، زدت معاها 5 مغارف كبار زيت، 2 حبات بيض بحراره الغرفه، رشه ملح، مغرفه كبيره سكر، ونحرك كلش. زدت 2 مغارف كبار حليب مع عطر الفانيليا، نكمل نحرك ومن بعد نجمع كلش بالفارينه. درت 500 غرام، والفارينه دائما تتغربل، تحبوا تزيدوها على ضربه ولا بشويه. كي تتلم العجينه نغطيها ونخليها ترتاح 20 دقيقه، اذا كان الحال سخون ديروها في الفريجيدير، سينو خلوها برا. نجوزوا للحشو اللي خدمته بالكنافه محمصه ولا بطاطا قطينه بالفول السوداني المحمص تاع المرجان. تمد ذوق مميز للحلوى، ذوق جديد، يعني اللي يحبوا لمسه جديده في الحلوى تاعهم ننصحكم بهذه الكريمه. والكنافه ما تكتروش بزاف منها في الحشو باش كي طيب الحلوى الحشو يبقى طري وكريمي. نشكل ديبول بالعجينه تاع 33 ولا 34 غرام ونغطيهم بالبابي فيلم ولا كيس بلاستيكي باش ما ينشفوش. نفتح كل حبه على لو بلان دو طرافاي، نحط الحشو بالطول وكي نغلق نلصق العجينه مع الحشو باش يخرج الهواء. نلويها غير بالعقل ونشكلها كيما الحبه تاع التشاري. قبل ما نطيبهم نحطهم في الفريجيدير باش الحشو يبرد ويشد روحو. هكذا كي يطيبوا في الفوغ الحشو يبقى طري وسائل. ومن بعد نقبهم بالكوردون ويطيبوا 15 دقيقه على 180 درجه في الفوغ يكون سخون شعلته من قبل. بعد ما طابوا وبردوا نغلفهم بالكلاصاج تاع المرجان بذوق الشوكولا بلون، شوكولا اولي ونواغ. تحبوا تغلفوا كل حبه بلون موحد ولا كيما درت هنا 3 اذواق في كل حبه. درت شوكولا اولي، كي برد درت شوكولا نواغ، والشوكولا بلون خلطت معاه الشوكولا اولي باش نتحصل على هذا اللون. والتزيين يبقى اختياري،